السلام عليكم، معاكم يوسف واهلا بيكم في فيديو جديد من ماينكرافت. في الحلقه اللي فاتت يا شباب كنا عملنا المزرعه اللي موجوده ورا البيت، وكتبتوا لي كومنتس كتير ممكن اعملها في الحلقه دي. فكان في حد فيكم كتب لي ان احنا المفروض نعمل آلة تطوير وكمان نوظف المزارعين عندنا زي ما انتم شايفين، عشان يعني في الاخر نروح للتنين ونقتله. فمهمتنا النهارده في الحلقه دي ان احنا ندور على قريه يعني، ونلاقي المزارعين ونلاقي كمان آلة تطوير ونحطها في البيت ونظبط كده شويه حاجات يعني. فيلا بينا نبدا في الفيديو على طول. فدلوقتي يا شباب هنبدا رحله ندور على قريه. المره اللي فاتت لما دورنا يعني وكانت محاوله فاشله رحنا في الاتجاه اللي هناك، فالمره دي ممكن نروح في الاتجاه ده يعني ونشوف لو كده نلاقي قريه ولا لا. يا شباب بقالي ساعة قاعد بدور ولا لقيت أي حاجة يعني، حرفيا كله نفس الحاجة، مش عارف أصلا حتى البيت فين يعني. تقريبا البيت في اتجاه الشمس اللي هناك ده، بس إن شاء الله نعرف نرجع يعني. المشكلة دلوقتي إن الليل هيجي وكمان الوحوش هتبقى موجودة، فربنا يستر يعني. خليني بس آكل كده وبعدين أكمل يعني. أنا ممكن أقفل على نفسي لغاية ما الصبح يطلع وبعدين أطلع بقى لما يكون مفيش وحوش يعني. دلوقتي يا شباب خليني أقفل بس على نفسي كده. دلوقتي يا شباب قفلت على نفسي كده زي ما أنتم شايفين. هحط بس الاتنين دول هنا كده، وكده نقفل على نفسنا بقى لغاية الصبح. The next day. بقالي كتير قاعد مستني واخيرا الصبح طلع زي ما انتم شايفين. فدلوقتي خلينا نكمل برضو تدوير كده، ان شاء الله ان احنا نلاقي قريه يعني. شباب انا محتاج اكل ومحتاج اوريكم انا شفت ايه. زي ما انتم شايفين اخيرا لقيت قريه بعد تدوير كتير جدا. بقالي حرفيا يمكن ساعه تقريبا قاعد بدور على قريه، واخيرا لقيتها دلوقتي. فدلوقتي بصراحه انا مش عارف اعمل ايه اصلا. انتوا مش مصدقين ان انا اول مره اجرب اللعبه دي كانت في سلسله البقاء اللي احنا عاملينها. انا عمري ما لعبت اللعبه قبل كده ولا فاهم اي حاجه. فدلوقتي خلينا نشوف هنعمل ايه. المفروض ان بيكون هنا في مزارعين يعني، مش عارف ازاي اصلا هاخد المزارعين دول معايا البيت، ربنا يستر، وازاي هتعامل معاهم اساسا. في بيوت هنا كتير، وعم الحاج دوت الايرون جولم قاعد بيحميهم هنا موجود. الشباب زي ما انتم شايفين ده بيبيع حاجات يعني، زي ما انتم شايفين بيبيع سيف، وممكن انا اديله 15 فحمه ويديني ايمرالد، وهي العمله بتاعتهم الايمرالد يعني. انا معايا تقريبا 58 واحده من الفحم فمعايا كتير، ممكن اديله يعني 15 كده زي ما انتم شايفين ويديني ايمرالد. فمش عارف دي حاجه مفيده ولا حاجه حلوه ولا وحشه، مش فاهم يعني. زي ما انتم شايفين اعطيته 15 واداني واحده ايمرالد، ممكن اديله 15 تاني ويديني كمان واحده برضه. وفي مؤشر هنا عمال يزيد، ومش عارف تقريبا لما بيزيد بيديني حاجات زياده او حاجه زي كده. طب ماشي يا شباب، انا دلوقتي خدت اتنين من الايمرالد ومش عارف اعمل ايه تاني بصراحه يعني. مش عارف اديله كل الفحم اللي معايا ولا ايه، بس انا محتاج الفحم يعني. المفروض ان في ناس غيره اصلا في القريه هنا موجوده. المفروض ان ده مزارع برضه يا شباب تقريبا، وبيبيع برضه يعني. يا شباب لحظه، ده مكتوب عليه فيشرمان، ده صياد يعني بيبيع سمك وكده، وممكن انا اشتري منه سمك بالايمرالد يعني اللي انا اخدته من الراجل التاني. هو الراجل التاني حداد يعني. وفي ناس هناك واقفين عند المزرعه تقريبا، هم دول يا شباب المزارعين، هم دول، وبيتاجروا برضو بالقمح والبطاطس والحاجات دي. طيب دلوقتي يا شباب ممكن نديله القمح ويدينا ايمرالد تاني يا عم. زي ما انتم شايفين انا معايا ستاكس من القمح جمعتها من المزرعه اللي هناك بتاعه البيت، فممكن كده افضل اديله يعني قمح ويديني ايمرالد. دلوقتي زي ما انتم شايفين اخدت منه 5 من الايمرالد، والشريط بتاعه اكتمل يعني، بس ما فيش حاجه حصلت. مش فاهم فيه ايه يا باشا يعني، انت نصاب ولا ايه؟ مش فاهم الشريط ده بيعمل ايه يعني. طيب سيبك منه دلوقتي، المفروض ان احنا ندخل البيوت دي ونشوف لو فيها حاجه تتاخد يعني. شكلنا كده نسرقهم بس يعني ما علينا. خلينا ندخل كده اول بيت ونشوف. طيب حلو، في اكل وفي شويه ورد ما لهمش اي لازمه، ممكن ان احنا ناخدهم كده. خلينا نروح نشوف بيت تاني. والله يا شباب في بيت كبير هنا وفي سلم كمان. والله الراجل ده يا باشا، يا باشا بتعمل ايه؟ محتاج حاجه ولا ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. سيبه يا شباب في حاله يعني، تقريبا شكله اتجنن اصلا. والراجل النصاب اللي انا قعدت اعمل له ده ما عمليش اي حاجه يعني. شايفين هو راح فين؟ الراجل النصاب المزارع اللي انا قعدت اديله في القمح بتاعي ويديني ايمرالد، ولما اكتمل الشريط ما عمليش اي حاجه. المفروض ان هو بيديني حاجات زياده يعني، تقريبا ده اللي انا كنت فاهمه. هو راح فين؟ طيب هو موجود هناك، استنى نروح نكلمه تاني كده نشوف. يا شباب لحظه، والله يا شباب زود الحاجات اللي هو كان بيديهاني يعني. زي ما انتم شايفين كان المفروض ان هو بيديني اول حاجتين بس، ودلوقتي بقى بيديني تفاح مقابل الايمرالد اللي انا يعني خدته منه يعني. أنا مثلا ان انا ممكن اشتري منه تفاح بالايمرالد، وفي ممكن ان انا اديله بامكن ويديني ايمرالد برضه، بس انا طبعا مش معايا يعني. فتقريبا كل ما بيزيد ده فعلا بيديني حاجات اكتر، بس مش عارف تقريبا لازم تسيبه شويه كده يعني يفكر مع نفسه. طيب في واحد تاني هناك برضه مزارع تقريبا. يا باشا تعالى ثانية. طيب ده بيدينا برضه نفس الحاجات يعني. خلاص احنا ممكن نفضل مع المزارع اللي هناك، هو اللي بيدينا حاجات اكتر. هو راح فين؟ يا شباب بيختفوا في ثانية، مش عارف بيروحوا فين. طب عم الحاج ده بيتاجر ولا ايه؟ يا باشا هو ماله باصص لي كده ليه؟ طيب دلوقتي لقيت بيت تاني وفي صندوق هنا وفي شوية سمك حلوين زي ما انتم شايفين، وفي كمان واحدة فحم. اللوت بتاعهم تعبان، مش فاهم فيه ايه يعني. يا شباب اكتشفت حاجة، لما بترن الجرس هنا بيهربوا بسرعة وبيدخلوا البيوت بتاعتهم، بيفكروا ان في خطر يعني. يا باشا ما فيش حاجة، انا رنيت الجرس بالغلط يعني، ما فيش حاجة يعني. هو مصمم ان في حاجه، هو تقريبا اتجنن مش فاهم. انا في واحد تاني طالع فوق والراجل ده واقف في نص البيت مش فاهم. طب انت خايف من حاجه؟ طب ما تقفل الباب يعني، مش فاهم ايه الغباء ده. والله رجعوا تاني زي الاغبياء يعني، بعد ما رنيت الجرس وهربوا على البيوت رجعوا تاني
ولا كأن في اي حاجه حصلت. في شيست تاني هنا وفي خبز كتير جدا يا شباب. يعني دلوقتي جمعت شويه اكل حلوين جدا من القريه دي. الراجل اتجنن عشان سرقت الاكل بتاع يا باشا، سيبني ناكل. في بيت اخير هنا يعني بعيد شويه تقريبا، ده في حاجه برضو ما فيهوش اي حاجه. يا شباب ثانيه كده خلينا ناكل شويه من الخبز اللي انا اخدته عشان يعني محتاج اكل. دلوقتي خلينا نروح البيت تاني بتاع الحداد ده، تقريبا كان فيه لوت وانا ما اخدتوش يعني. يب يا جماعه في شويه ايرون، في شويه ايرون حلوين يعني، وفي واحده من الجولد وفي تفاح وفي خبز كمان يعني زي الفل كده يا معلم الحداد. وفي ايرون هيلمت ممكن اخدها برضو تفيدني، وممكن احطها معايا هنا لان انا عندي واحده يعني لابس واحده. شباب لحظه، لقيت آلة هنا مش فاهم بتعمل ايه يعني. بيتحط فيها حاجات بيقول لك انها ممكن تعمل ريبير يعني مثلا يا شباب لو حطينا مثلا السيف ده مع ممكن ايرون يتظبط ولا ايه مش فاهم. طب هو تقريبا ان احنا المفروض نحط حاجتين زي بعض، لان لما باجي احط الايرون مش بيتحط زي ما انتم شايفين. مش عارف الصراحه، فلو انتوا عارفين اكتبوا لي في الكومنتس يعني، اي حاجه تعرفوها كده اكتبوا لي في الكومنتس عشان انا مش فاهم حاجه. اول ما الليل بيجي يا شباب كلهم بيدخلوا البيوت وبيناموا على طول بدري يعني. يا شباب انا مستني الصبح يطلع يعني عشان اقدر اتعامل معاهم، بس المشكله ان انا لو نمت. لا خليك بعيد عني ما تلمسنيش. طيب دلوقتي يا شباب ممكن انام هنا في بيت من البيوت دي عشان يعني. يا باشا ما ممكن تبعد، عايز انام. طب انا عايز انام يعني انت نايم كده وسايبني قاعد في البيت، المفروض تقوم وتسيبني انام يعني. بعد اذنك. هو داخل في الحيطه مش فاهم فيه ايه يعني، بيقول لي لا مش هتنام. طيب ماشي تشكر، شكرا يعني. سيبه نروح لواحد تاني يمكن نعرف ننام الليله دي. مفيش سرير هنا اساسا. مش فاهم ايه الميه اللي جوه البيت دي يعني. عندهم مش عارف ده بير ميه ده ولا ايه مش فاهم. طب حد يطلعني من هنا. انا مش عارف اطلع يعني مش فاهم. اللي بينزل هنا ما بيطلعش ولا. طب اصحوا ارن لهم الجرس يا شباب لغايه ما يصحوا. ياب دلوقتي يا شباب لقيته بره البيت في كريبر هنا. سلام عليكم. لقيت المزارع موجود هنا ودخل نام يعني. طب يا باشا طب انا عايز اتاجر معاك يعني، ما ينفعش كده تسيبني وتنام. يعني المفروض انا بتكلم يعني، ما ينفعش تسيبني وتنام وانا بتكلم. معلش يعني يا شباب هو دخل في الكرسي بقى، مش فاهم هما بيدخلوا في الحاجات ليه. طب لو سمحت يعني بعد اذنك عايز اتاجر. ياب يا شباب دلوقتي لما عملت له ان انا عايز اتاجر قام دلوقتي من على السرير. ممكن دلوقتي ان انا اتاجر معاه. وممكن اديله شويه قمح برضو تاني ويديني شويه حاجات تاني يعني، عشان عايزين ده يكتمل برضو ويدينا حاجات يعني اكتر بكتير من ديت كمان. فدلوقتي خلينا نتاجر معاه، هيدينا ايمرالد برضو. طب لو عطينا له ايمرالد مش فاهم يعني، انا اصلا خلصت القمح اللي معايا كله وما زادش غير شويه. طيب ممكن ناخد الاربع تفاحات دول ينفعونا يعني، ممكن نحطهم هنا. واظن ان انا اخلي باقي الايمرالد معايا، مش عايز ان انا اضيع الايمرالد كله يعني. خلاص يا باشا نام يعني، انت ما صدقت ان انا خلصت، خلاص نام يا شباب. انا جات لي فكره يعني مش لطيفه كده. في شويه قمح هنا هم حاطينهم، ممكن اكسرهم واروح ابيعهم لهم يعني، ابيع لهم القمح بتاعهم ما فيهاش حاجه يعني. هو مش هيعرفوا يعني القمح بتاعهم من بتاعنا يعني، هم مش حاطين عليه اسمهم. ممكن دلوقتي نروح للمزارع نصحيه من النوم تاني. معلش يا باشا انا جبت لك صفقه قمح يعني ملهاش حل. ممكن تصحى كده عشان نبيع صفقه القمح. يبقى اصحى كده وصحصح معايا عشان في صفقه قمح ملهاش حل. طيب دلوقتي ممكن نحط القمح هنا، والواحده بتدينا 9 ما شاء الله يعني. دلوقتي بقى معانا قمح كتير تاني. وخلينا نقفل الباب بس عشان الزومبي ده موجود والايرون جولم هيقوم بالواجب يعني. يا باشا قلت لك في صفقة قمح عايزين نبيعها دلوقتي، المفروض نحط القمح هنا. ويدينا ايمرالد برضه، فهو عمل لي تخفيض يعني بدل 20 19 يعني، بصراحة كتر خيرك مش عارف اقول لك ايه. ممكن ناخد دلوقتي الايمرالد ونفضل نبيع القمح اللي معانا كله يعني لغاية ما البتاع ده يكتمل. مش عارف اصلا هيلحق يكتمل ولا القمح هيخلص برضه. بس الفكرة ان انا بقى معايا يعني ايمرالد كتير، فممكن استخدمه ان انا اشتري من حد تاني برضه، مش لازم المزارع يعني. هو بيتاجر معايا وهو نايم مش فاهم يعني، هو هيموت وينام ليه كده. 2 hours later. يا شباب اشتريت السيف ده من الحداد زي ما انتم شايفين، اخدت 18 واحده من الايمرالد واشتريت السيف ده عليه تلقيات حلوه جدا يعني. ومش فاضل معايا غير 2 ايمرالد بس. ودلوقتي انا محتاج اخد المزارع يعني اوديه البيت بتاعي، بس مش عارف ازاي يعني. ممكن احطه في قارب كده واخده معايا. انا صنعت قارب عامه بس مش عارف يعني اخده ازاي معايا. طيب دلوقتي انا حطيت القارب والمزارع يعني واقف فيه، ودلوقتي المزارع مش بينزل من القارب يعني، ودي حاجه حلوه. لكن المشكله ان البيت بعيد جدا، فمش عارف ازاي اوصل يعني للبيت بالطريقه دي. طيب دلوقتي انا ممكن احتاج الكمبوستر دي، ممكن اخدها. وخلينا دلوقتي نمشي ونروح على البيت بس يعني. يا مسهل الحال كده ان شاء الله نوصل على السنه الجايه ولا حاجه يعني. لو استنيتوا الفيديو ده 10 ايام كده اكون يعني وصلته البيت بالسلام. طب اتوقع ان القارب في الميه يتحرك اسرع يعني بدل الشلل اللي احنا فيه ده، فممكن اوديه على الميه على طول. طيب دلوقتي هننزل في الميه، وزي ما انتم شايفين سرعه القارب بتبقى اسرع بكتير واحلى يعني. ودلوقتي ان شاء الله نعرف نرجع البيت. دلوقتي الشباب ماشيين في الميه يعني، وان شاء الله نعرف نرجع. بس في مشكله ان دايما يعني بيقابلني حواجز، فالمفروض ان انا اكسرها كده واكمل في الميه ان شاء الله يوصلنا البيت يعني. دلوقتي الشباب قابلتني مشكله ان انا يعني وقفت هنا بالقارب، ودلوقتي الحيطه مسدوده يعني مكان مسدود. ولما طلعت فوق كده عديت الناحيه التانية يعني، اكتشفت ان في ميه قريبه موجوده هنا. فالمفروض ان انا اعمل مسار للقارب يعني اعديه من هنا للناحيه التانية. فيعني ممكن دلوقتي نعمل كرافتنج تيبل عشان نعمل بيكاكس يعني، اللي نكسر شويه الستون اللي موجودين تحت دول ونعمل مسار يعني للقارب. طيب دلوقتي هعمل لي بيكاكس واخده كده معايا، ونبدا بقى ان احنا نكسر يعني. هعمل لي كمان شافل بالمره عشان الشافل الدايموند اللي معايا ده بقاله من الحلقه اللي فاتت قرب يتكسر اصلا. هو بالمره نجمع فحم يعني.
شباب بعد تكسير كتير جدا يعني زي ما انتم شايفين اصلا البيكاكس اللي معايا اتكسر. خلينا انور الدنيا كده واروح اعمل بيكاكس تاني وارجع تاني. عملت واحد تاني ودلوقتي خلينا اكمل الطريق اللي انا كسرته ده. لقيت دلوقتي الشباب بلوكه كده يعني لونها ازرق، مش عارف دي اصلا عباره عن ايه ومش عارف ممكن تفيدني في ايه يعني، بس انا ممكن اخدها وخلاص، انا شكلها حلو كده ونادر يعني. دلوقتي الشباب خلينا نكمل يعني بالبيكاكس اللي انا صنعته ده، وان شاء الله ان احنا قربنا نوصل يعني. طيب بدات الاقي ديرت زي ما انتم شايفين، خليني دلوقتي كده اشيله بالشافل. وياب يا جماعه دلوقتي طلعت على الميه اخيرا بعد تكسير كتير جدا، ودلوقتي المفروض بقى ان انا اروح اجيب القارب واعديه من هنا يعني. خلينا اروح اجيب القارب دلوقتي بالمزارع اللي فيه ده. انا المزارع ده لو مات هيحصل لي حاجه يعني من كتر الشغل اللي انا اشتغلته عشان اوديه البيت. دلوقتي خلينا نمشي في النفق ده وبعدين نروح على الميه. دلوقتي يا شباب طلعت في الميه زي ما انتم شايفين اخيرا، وخلينا دلوقتي نكمل طريقنا يعني ونروح على البيت. دلوقتي يا شباب وصلته لغايه البيت وعملت له كمان طريق زي ما انتم شايفين يعني، هوريكم الطريق دلوقتي. عملت له طريق هنا زي ما انتم شايفين، فالمفروض ان احنا نمشي فيه دلوقتي وهيطلعنا على البيت ان شاء الله يعني. وصلته كده لغايه الميه اللي عند البيت هناك، ودلوقتي يا شباب اخيرا وصلت بيه البيت يعني بعد يعني حرفيا معاناه. طيب دلوقتي الشباب جبته عند البيت وحبسه هنا لغايه ما اعمل له طريق يوديه عند المزرعه يعني. المفروض اصلا ان هو يمشي لغايه المزرعه، وممكن لو حطيت له الكمبوستر ده هنا ممكن هو يجي عليه يعني. معايا شويه فنس يا شباب، فممكن ان انا احوط طريق كده ليه يعني عشان يروح لغايه البتاعه دي وبعدين يبقى مزارع، لان انا رحت كسرت اللي هناك فرجع مش مزارع تاني. دلوقتي كسرت القارب وهو دلوقتي رايح عليها وان شاء الله يبقى مزارع يعني. طيب دلوقتي زي ما انتم شايفين بقى مزارع وراح على المزرعه على طول في ثانيه يعني. فدلوقتي الشباب خلاص هو دي بقت شغلته ان هو بقى مزارع هنا، واخيرا خليناه مزارع خلاص. دلوقتي بقى بيحصد ويعمل كل حاجه، بس مش عارف لما يحصد يعني المفروض ان انا اخد المحصول بتاعه ازاي يعني. هو المفروض دلوقتي ان هو بيحصد الحاجات اللي طلعت، بس مش عارف ازاي اخد المحصول منه يعني. المفروض ان دلوقتي يديني حاجه بس مش بيديني اي حاجه يعني. وخلاص دلوقتي هو هيبقى عايش معايا وهيبقى موجود هنا عند المزرعه يعني عشان يظبط لنا الدنيا كده ويظبط لنا المزرعه. والمفروض يا شباب ان احنا نعمل له سرير كده يعني ومكان ينام فيه، فالمفروض ان انا اعمل له كده دلوقتي هنا بيت. 2000 years later. دلوقتي يا شباب بعد ما خلصت كل حاجه عايز اوريكم حاجه انا عملتها يعني. لما ندخل هنا كده هنلاقي يا شباب بيت موجود هنا انا عملته للقروي المزارع يعني اللي انا جبته، وخليته ينام هنا في البيت ده يعني. في الاول اصلا كان بينام في الاوضه بتاعتي هناك، بعدين قومته خليته ينام هنا يعني. عملت له سرير هنا وخليته ينام هنا يعني، كسرت حتى السرير بتاعي عشان بس ما ينامش عليه. فدلوقتي بقى عندنا مزارع بس مش عارف ازاي استفيد منه يعني. لما يحصد كده الحاجات اللي هنا دي ازاي اخدها منه مش عارف برضه. فممكن تكتبوا لي في الكومنتس كده كل حاجه انتوا عارفينها عشان استفيد يعني، واكون عارف اللعبه دي بتمشي ازاي، واكون عارف المزارع ده بيشتغل ازاي برضه. فبس يا شباب دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكونوا استمتعتوا بيها واستمتعتوا باللعبه. لو عجبك الفيديو انزل تحت اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك. وكان معاكم يوسف ومع السلامه. متنساش تكتب لي كومنت تحت بعد ما تخلص الفيديو يعني.